بالنسبة لغلاء الأسعار في موجودة حاليا في تونس، غالية مش غالية، والعباد فما اللي قابل فما مش قابل. وبالنسبة ل توا حاليا التمشي بتاع الحكومة والتمشي بتاع الدولة، سياسة الدولة قاعدة بحاولها تنفرج، تهبط الاسعار بحولها، وستقضي على الفساد وتقضي على الاسعار هذه، كما نتاع مجزره اللحوم ونتاع اداره اللحوم نقصت وهبطت، كما بعض الدواجن فما حاجات نقصت وحاجات اخرى تنقص بحول الله تعالى، فهمت؟ واش تقضي على الفساد وتقضي على الاسعار وتقضي على كل شيء بحول الله. العباد قلت ربي ترتاح لها وربي كان فما كان الخير بحول الله تعالى. حسب رايك شنو اسباب غلاء الاسعار؟ احتكار غلاء الاسعار هو الاحتكار، التجار هما اللي يغليوا في الاسعار، كما الهباطه وكما بعض نتاع المارشيات وبعض هما اللي وسط، هما يندسوا بين الحكومه والناس، هما اللي يغليوا في الاسعار، يحبوا الحاجه كما تو زيت زيتونه في المعاصر. الدوله تحب تنقص في الاسعار وتحب العباد تشري، والمعاصر قال لك نحبوا نزيدوا التسعيره، مش هذيك قال لك ما تغلطناش. فما ناس هي تحب تحط العصا العجله الى الدوله، وهذوكم ربي سبحانه ما يبارك لهمش، والدوله باش تقفلهم في المرصاد بحول الله تعالى، وسياسه الدوله ماشيه كزيت فوق الماء. لا بعض يقول لك مثلا من بين اسباب غلاء الاسعار من بين غلاء الاسعار هو التضخم، الحروب العالميه اللي قاعده تصير. شو ندخل الحروب في واد واحنا في واد؟ شو ندخل؟ الصحيح هي الاسعار عالميه، في مصر موجوده، في الجزائر موجوده، في كل موجوده، اما بعيد علينا الحروبات واحنا نقضيو عليها، احنا لعقة الاسعار احنا نتمشوا بها. الدوله هي اللي تقدر، كما في عهد الرئيس السابق والرئيس اللي قبله. الرئيس السابق في الحقيقه على بن عليه العواشر هذه العشريه اللي تعديت، خاطر زادت مشات كزيد فوق الماء صحيح، لكن فما زادت وما تقضاوش عليها، اما تو قاعدين يقضوا عليها، فهمت؟ صحيح فما حاجات في العشريه هذيك فما شويه غلاء ولكن ما تقضاتش عليها، ما فماش هذه قاعده نمشيو في زيد فوق الماء. الفلاح اليوم في تونس يقول لك راهو كان نحبوا نقضيو على غلاء الاسعار لازمنا نتلفتوا للفلاح، مع الراي هذا. مسكين فلاح خاتيه، هما الهباطه وكذا والتجار هما اللي يحبوا يحطوا حساب العجله للفلاح، يردوا الفلاح هما ياخذوها لكعبه الطماطم ولا احنا الفلفل ولا كذا بسوم ويبيعوها بسوم، بوم يقول لك انا باش خالط وبيع فيها كذا، هو خاتيه والدوله تعطيه في سوق وانت تمشي تبيع في سوق خاتي. الهباط تو جماعه التجار تاع اما احنا نحاولوا لاباس وقلت ربي الدوله ولا سياسه الحكومه تدعم الفلاح وتعمل تفهم حاجات اللي باش قلت ربي لاباس. تابعت قانون الماليه ومناقشات قانون الماليه قبل ما يصدر؟ والله شفته في على الانترنت وشفته في التلفزيون شويه. سبب التفاؤل نتاعك هذا؟ ان شاء الله يكون خير، ما نتوقعلوش الشر ولا حاجه خايبه. لا شنو السبب؟ شنو اللي يخليك اليوم تكون متفائل تقول صحيح الاسهم اليوم غاليه ما غدوه باش ترخص؟ بالنسبه اللي رفيه جماعه البرلمان هي اللي قاعده فما تخلط في البرلمان ذاك باش تصفى، فهمت؟ اما كسياسه الدوله هي قاعده تنجر وتعمل ولباس بحولها. القفه وكيلنا المولى وعايشين تحت لطف ربي وكا الحمد لله. باش نقول لك اكثر من الحمد لله. تتعبى القفه؟ الحمد لله مستورين والحمد لله. اللي ما يحمدش ربي ما يبيت حد جيعان ولا يبيت حد عريان، والله نحكي معك بصدق، حتى اللي مش الكثير راهو القليل نحمدوه ونشكروه. سبع الاسوام السوم الغلاء صحيح موجود، باش نكذبوا ما نكذبوش، وربي يهدي الجميع. اختي العزيزه ما نجموش نحن باش نعملوا معنا ما نعملوا راهو كاو. علاش قلت ربي يهدي الجميع؟ ربي يهدي الجميع بالطبع، على خاطر كل واحد صوم.
ما هو مش فرد شوم الكل بصراحة. النظام هو الكل. النظام قال له نصف المعيشة وهو مش نصف المعيشة، المعيشة بصفة عامة النظام. ريتك يبدأ منظم العبد يعيش غادي من المرتاح. صحيح ما فما حد مرتاح خاطر الحياة كلها مشقة، ونحن امتحان هذا أختي، وإن شاء الله بنيتي قوي. عملتي طلع على السوق اليوم؟ سوقناهم لهنا بحذاك مارشي سيد البحر هنا في البحر. اي عملت طلع على عملت طلع، اما والله ما نظرتش شريت الحاجات الخصوصيات اللي حاجتي بهم، اما ما عملتش نظره برشا فما حاجات طاحوا وفما حاجات مازالوا. فهمت؟ هاني قلت لك ربي ان شاء الله ينوب على امة محمد. خالط التونسي على الخضره، خالط على الغله. الحمد لله. أنا قلت لك أنا بالنسبة لي أنا أختي الغالية، أنا مانيش ندخل في مشاغل الناس خاطر ما نعرفش ما دخلتش في داخليتهم باش نعرف كل شيء. أما بالنسبة لي أنا كي ناكلش حتى كعيبة مش لازم بشرط هي 20 كعبة، هو باتني باش يقبل كعبة. المفهوم نتاعنا هذا الكل، كي ناكل كعيبة خلي ملي ما ناكلش جملة. قداش لازم فلوس لمصروف شهر؟ بالتحديد ما تنجمش تحدد. خلينا نبدو منك انت، كي تبدا زوز من الناس كي يبدو ثلاثه كي من مكتوبك، وفما اللي منظم حتى كان يزيد حويجه قليله مش حاجه يعني. قداش؟ بوبري ما نجمش نعمل لك معدل قداش بالضبط، فهمتني؟ يعلم بيه كان الخالق. انت في العائله مثلا ثلاثه من الناس، اربعه من الناس؟ انا في العائله معايا كان الخالق سبحانه. مصروف فرد الاحد وحيدتي. المصروف الفردي قداش ينجم يكون في الشهر حسب؟ والله انا ببركه ربي نعيش بنيتي، اقسم بالله نحلف لك بالقسم، معناها مانيش ربي يشهد عليا يوم الدين لعمري حسبت حاجه، وما نحبش الحساب خاطرنا هيزي باش نتحاسبوا النهار اخر ونزيدوا نحسبوا لرواحنا برشا علينا. 300 مصروف خاص يكفي؟ 300 في الشهر من باب المستحيلات، هذه اي انسان يعرفها مش كان انا. فرد واحد نعيش فرد واحد، هو انسان واحد وما تزيدش 300 راه الحقيقه، على حسب معناها العيشه اللي نحن نعيشوا فيها ما تزيدش 300. ثم شكون يقول لك ثم عباد روتريتي يخلصوا في 260 دينار. اي ويعيش ببركه ربي، وببركه ربي وما تعرفش عليها منين ربي سبحانه، فهمتني؟ ينزل خيره. سيدة مريم قالوا لها رضي الله عنها من أين لك هذا؟ قالت لهم كله من عند الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تونس 24 نبض الشارع التونسي.